ألقت السلطات الأمنية الجزائرية القبض على صانعة المحتوى الجزائرية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وملكة جمال شمال أفريقيا السابقة وحيدة قروج بتهمة حيازة المخدرات الصلبة. على إثر ذلك تم تحويل المتهمة رفقة رضيعها ذو 7 أشهر، أين تم إخضاعها لتحقيق ابتدائي أفضى إلى إيداعها رهن السجن المؤقت. فيما في رد فعل غير مسبوق، لا يزال زوجها في حالة فرار بعد أن علم بخبر اعتقال زوجته وهو المسبوق قضائيا في قضايا سابقة، كما أن شقيق وحيد قروج يتواجد في السجن بعد إدانته أيضا في قضية للمخدرات. وتجدر الإشارة إلى أن وحيدة قروج كانت قد اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب ملكة جمال التراث الأفريقي، وأصبحت دائمة الحضور في برامج الموضة والفن.